مشاهدينا حلقة جديدة من صحتك بالدنيا مباشرة على الهواء، وطبعا يومين على شاشة الفضائية المصرية 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 5 عصرا بتوقيت السعودية، و2 ظهرا بتوقيت جرينتش. وطبعا بيبقى معانا كل جمعة أو جمعة لا أستاذ دكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. كلمنا يا دكتور المرة اللي فاتت عن العقم وأطفال الأنابيب، وإمتى السيدة تبدأ تخاف وتقول أنا ما بحملش الا بعد سنه، قبل كده أيوة. نبتدي ما نقلقش. لكن عايزين نتكلم النهارده يا دكتور على العوامل اللي بتنجح الحقن المجهري، ايه هي؟ نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. احنا طبعا لما خلاص احنا قررنا للازواج دي انها او الزوج ده هيعمل حقن مجهري لاسباب قد تكون في الزوجه، وقد تكون هذه الاسباب موجوده في الزوج، او ما فيش اي سبب خالص، لانه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت انه احنا عندنا حوالي من 15 ل 20% من الازواج ما عندهمش سبب خالص، يعني سلام 100% بالفحوصات الطبيه العاديه، لكن هم سلام. اكيد في طبعا اسباب لسه الطب هيكتشفها فيما بعد، لكن احنا بنتكلم على الوقت الراهن اللي احنا فيه. دول برضو بيقرر لهم عمل حقن مجهري. خلاص احنا داخلين على الحقن المجهري، عايزين نتكلم في ازاي بقى التحضير للحقن المجهري علشان نحصل على اعلى نتائج للحقن المجهري. بداية سن الزوجة. سن الزوجة مهم جدا، لانه زي ما احنا عارفين انه الاخصاب او الخصوبة عند المرأة بتقل بازدياد السن. يعني لما السن بيعدي فوق ما نقول 35، فوق ال 37 38 39 40 الخصوبه بتاعتها بتقل. ده مش معنى انه البويضات في فرق بين الخصوبه وعدد البويضات اللي موجوده في المبيض. ايه بقى الفرق يا دكتور؟ لانه عدد البويضات هو بيتناقص مع السن، ولكن البويضات الجيده ذات المواصفات العاليه وذات الجوده العاليه بتطلع في بدايات السن، في بدايات العمر، بدايات العشرينات وبدايات الثلاثينات، ثم بعد ذلك البويضات اللي اقل جوده، ثم اللي اقل فاقل فاقل. علشان كده نسبه الخصوبه بتقل، نسبه الاجهاض بتزيد فوق السن ال40، بتزيد عن سن السيدات في العشرينات وكده. يعني لو قلنا انه الاجهاض في العشرينات 15 ل 20% من اجهاض، هنقول في الاربعينات احنا بندخل في 25 ل 30% او 35% بينتهي باجهاض، وده راجع لجوده البويضات اللي موجوده في المبيض. اذا السن بيقل او الخصوبه المراه بتقل بتقدم السن. هنا برضو حاجه مهمه جدا جدا، لانه احيانا يبقى الزوج هو اللي منه المشكله، ويبدا الزوج رحله العلاج وهو ما هوش عايز يقتنع انه خلاص هو لازم حقن مجهري، ما بيقتنعش، فيقعد علاج 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 علاج، ومفيش نتيجه من هذا العلاج ولا طائل من هذا العلاج غير ان هو حقن مجهري. في الاخر يبدا يقول يلا نعمل حقن مجهري، يكون سن الزوجه اللي كانت سليمه في العشرينات والثلاثينات بدات تدخل في اواخر الثلاثينات ودخلت الاربعينات، بدا يقول يلا اعمل حقن مجهري، فبدات الخصوبه بتاعتها بتقل. اذا ده مهم جدا جدا، لانه برضو دي قاعده احنا علميه بنقولها بالنسبه للرجال، انه عندي لو في خلل في الحيوانات المنويه، سواء كان هذا الخلل في العدد او في نسب التشوهات او في الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، وادينا علاجات وهذه العلاجات ما جابتش اي نتيجه لمده من 6 شهور ل 9 شهور متصله، وما فيش اي نتائج اطلاقا من العلاجات المختلفه، سواء كانت عن طريق العقاقير الطبيه او عن طريق العمليات الجراحيه زي عمليه الدوالي بتاعت الخصيتين اللي بتتعمل، وما فيش اي نتيجه، لا يبقى ده ملوش غير ان هو يدخل على الحقن المجهري، لانه الحقن المجهري بقى خط من خطوط العلاج تاخر الانجاب او العقم عند الزوج للرجال، فبدا ده يبقى واحد من ضمن
سبل طيب يا دكتور، وطرق السن العلاج. الزوج برضو بيبقى عليه عامل يعني؟ برضو طبعا مهم، لانه برضو وجدنا برضو انه خصوبة الزوج بتقل بتقدم السن، ولكن يعني مش في الثلاثينات والاربعينات، لكن لا ممكن في الخمسينات والستينات وكده. طبعا اكيد خصوبته بتقل مع تقدم السن. طيب معايا تليفون استاذ مصطفى. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا استاذ مصطفى. السلام ورحمه الله وبركاته. الاربيس يا جماعه لو سمحتوا. ايوه مصطفى معود. ايوه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاربيس يا جماعه لو سمحتوا. يا دكتور اتفضل. أيوة يا استاذ اتفضل. مصطفى. والنبي لو سمحت، احنا مرات ابني. الو. اتفضل يا استاذ معاك. مصطفى سؤالك. اتفضل. مرات ابني عملنا له عمل حاج مرتين اثنين، واخد بال سيادتك. وبعدين اول مره يا ريت توطي صوت التلفزيون يا استاذ مصطفى، اسمعني بالتليفون. موطيين يا ابله، موطيين. طيب موطيين يا مدام، الله يبارك فيك. الله طيب. يخليك يا سيدي. اتفضل. عملنا حجم مهجري مرتين. ايوه. وبعدين كان رابع يوم الدم نزل عليه. طيب انت لسه ما وطيتش عموما التلفزيون. اهو موطيها، انا قاعد موطيها. طيب موطيها. اتفضل. حقن مرتين ورابع يوم نزل عليها دم. لا، اول مره نزل عليها رابع يوم. رابع يوم. اوكي سوري. رابع يوم. والدكتوره والله صرفت 20,000 جنيه. والتاني مره. تاني مره عملناها، وفي نفس اليوم عملناها الساعه 10 الصبح. في مستشفى البسمه في مصر. من غير اسماء من فضلك. يلا اتفضل. وبعدين واحنا جايين في نفس اليوم قلت لهم ابيتها في المستشفى. الدكتوره قالت لا روحوا عادي. مجرد ما وصلنا المنوفيه بالليل الصبح الدم نزل عليه. الدكتوره قالت استنوا 15 يوم في الراحه برضه يكون الدم والشو. استنيني وعملنا تحليل بعد 15 يوم، التحليل طلع سلبي. يعني مرتين فشلوا. مرتين، والمرتين دول كلفوني فلوس جامده. طيب هي عندها هي كانت عامله حقن مجاري عشان ايه يا فندم؟ عشان الخلف سيادتك. ما انا عارف عشان الخلف. لا يعني عندها مرض عندها إيه؟ او الزوج عنده مشكله؟ المشكله بتاعت الزوج قال لك ان الكسر ضعيف ولازم ان هو يعمل حجم مهجري زي ما سيادتك بتقول كده على التلفزيون. والزوجه عندها كام سنه؟ الزوجه ده صغيرين لسه، عندهم حوالي كام 20 سنه. طيب ماشي يا فندم. طيب شكرا لحضرتك. ماشي. معايا تليفون تاني استاذه نوره. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي انا عندي 19 سنه وانسه. الدوره عندي متاخره، يعني بتغيب اي شهور وشهور، يعني مش منتظمه. ايوه مش منتظمه. فرحت الدكتوره قالت لي عادي، قالت لي ادتني علاج وعملت عليا اشعه. الاشعه ثلاثيه الابعاد دي طلعت، قالت لي كويس، الرحم كويس والمبيض كويس. بس برضه لسه بتتاخر، وادتني علاج اللي هو الحبوب بيضه في بني. عملت تحاليل يا؟ لا ما عملتش. ما عملتيش. طيب ما هي ما قالتليش اعملي تحاليل. ماشي يا ستي. بس بتاخدي دواء يعني؟ ايوه ادتني اللي هو الشريط بني في سمني، وادتني سيدوباز. من غير اسماء من فضلك. ماشي. وادتني علاج للانيميا. بس برضه لسه بتتاخر عندي. حاضر. ميرسي لحضرتك يا نوره. شكرا. استاذ مصطفى بقى زوجته تقريبا. هو طبعا انا يعني هقول ايه يعني الحركه، هو قال ان هي سافرت على طول في نفس اليوم. اللي انا عايز انبه عليه انه الحركه او النوم ما بيزودش نسب النجاح في الحقن المجاري، والحركه ما بتقللش نسب النجاح، ولا الا كنا يعني ربطنا الزوجه في السرير وقلنا لها ما تتحركيش عشان هو ده هتحملي كده. لا طبعا ملوش، لانه انا لما بنقل الاجنه بنقلها في السائل ده يساوي حوالي 5 مايكرو لتر. المايكرون عباره عن 1/1000 من الملي. فتخيلي 5 يعني 5 من 1000، يعني حاجة لا تذكر ما تشوفهاش. دي حاجة. الحاجة التانية بطانة الرحم ما هوش لوح ازاز بحيث ان انا لما احط كده نقطة المية هتقع. لا ده هي عاملة زي السفنجة كده، فبتنزل تلتقطها على طول. اذا الحركة ما بتأثرش اطلاقا فيها. ممكن تتحرك بعد ساعتين تجاوزا من الراحة، وممكن تتحرك، ولكن المجهود والحاجات الجامده لا ينصح بها. لكن الحركه العاديه او تسافر ممكن تسافر. ده حاجه مهمه جدا وبنوجهها للناس علشان ما يقلقوش من الموضوع ده.
اما ان هي نزل دم بعد 4 ايام او نزل دم، الدم ده برضو احيانا ينزل نقط بسيطه من الدم. لو كان عمليه النقل صعبه شويه ممكن ينزل نقط دم، بس في الحاله دي هيبقى نسب النجاح قليله، اقل طبعا. لكن في حالات اطفال الانابيب عموما احنا بندي ادويه من المثبتات بكميات كبيره جدا، وهذه الكميات قد تكون مصحوبه بنقط من الدم البسيطه اللي تنزل على هيئه حاجات سوداء، او السيده تقول عندي افرازات سوداء شويه، ده ما تخافيش منها. احيانا ينزل نقط دم، بقول برضو ما تخافوش من دي، استمروا في العلاج ماشيين عليه على طول، واعملوا التحليل في نفس التوقيت اللي الدكتور قال لك عليه اعملي فيه التحليل. وهي بالنسبه بقى للحاله دي الحاله دي ان شاء الله هتتعاد تاني، وليها بقى التحضيرات اللي احنا هنقول عليها ان شاء الله في طيب. وكمان معايا استاذه نوره 19 سنه وعندها البيريود غير منتظمه. هو الدوره البيريود غير منتظمه دي معناها ان احنا داخلين في حاجه اسمها تكيس مبيضين، وزي ما قلنا قبل كده علشان اشخص تكيس المبيضين من عدمه لا اعتمد فقط على الموجات فوق الصوتيه. وبالمناسبه الحاله دي مش محتاج موجات فوق الصوتيه ثلاثيه الابعاد عشان اعملها، لانها مش هتفرق معايا في التشخيص في حاجه، لا هتقدم ولا هتاخر. الموجات الصوتيه العاديه هتشخصها لي. الحاجه الثانيه محتاجه تحليل هرمونات معينه بتتعمل تاني او ثالث يوم الدوره الشهريه، وفي هرمونات بتتعمل في وسط الدوره الشهريه علشان يبقى عندي يعني الصوره كامله، بحيث ان انا لما اشخص حالتها صح واديها العلاج المناسب والمظبوط في هذه الحاله. معايا استاذه شيماء من ايطاليا. استاذه شيماء اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي سؤالك. لو سمحت يا دكتور، انا والده قيصري من 3 سنين ونص وما حملتش لحد دلوقتي. انا كنت في مصر في شهر 12 وعملت اشعه بالصبغه، والدوره جات لي مرتين من بعد الاشعه، بس الدوره بتجيلي التعب جامد، بس مش ايام الدوره، بتجيلي التعب ايام التبويض. عملت اشعه الصبغه امتى؟ 4/12. 4/12. طيب. الوجع اللي بيجيلي من ايام التبويض، يعني من 9 او 10 يوم الدوره لحد اليوم ال 18 او 19 بيجيلي وجع جامد في بطني من تحت من عند الرحم بالجناب. لكن ايام الدوره مفيش تعب؟ ايام الدوره الوجع الطبيعي العادي بتاع الدوره. طيب الزوج عمل تحليل ولا لا؟ الزوج عمل التحليل وكله تمام، مفيش اي حاجه. طيب اشعه الصبغه قالت ايه؟ قالت الانابيب كويسه جدا والرحم كويس، مفيش اي حاجه. طيب ميرسي ليكي. طب استاذنك يا دكتور معلش في تليفون تاني. استاذه امال اتفضلي. الو مرحبا يا لولو. اهلا بيكي يا امال، ازيك؟ ازيك حبيبتي؟ الحمد لله تمام. اتفضلي سؤالك. حبيبتي انا بدي اسال حضرته الكريم والفضيل يعطيه مليون الف عافيه. في صديقه لإلي عمرها 36 سنه، إلى 10 سنين ما عندهاش اولاد. عملت تشيك اب، طلع معها ليفه ببيت الرحم، بس العملية بتكلف كتير، مش قادرة تعملها، وكتير عم تتعذب ونفسيتها كتير تعبانة. بس بدها إذا في علاج غير العملية يا ريت حضرته الكريم الفضيل يعطينا نصيحة لهالموضوع هيدا، ويعطيكم ألف مليون عافية وباي. عملية إيه يا فندم؟ أمال معانا لسه؟ أمال طيب هي المفروض بقى لها 10 سنوات مش بتقول لا كان عملية إيه في بيت الرحم؟ لا ما عرفتش برضو اوصل. ما عندهاش اولاد عموما، وبقالها 10 سنوات بتعاني من الموضوع ده، وحابه ان هي يعني تخلف بس مش عايزه تعمل عمليه. ما هو العمليه دي هل هي عمليه يعني عندها مشكله في الرحم ولا لا؟ لو هي حقن مجهري لا يبقى لا انصح انها تعمل حقن مجهري. لكن اذا عمليه ثانيه ما انا مش عارف هي شكوتها ايه. هي قالت يا ريت لو تتصل تاني. حاولي تكلمينا مره ثانيه يا امال نفهم بس هي عندها ايه مشكلتها في الرحم. شيماء من ايطاليا كانت بتقول عملت قيصريه من 3 سنوات. هو طبعا اهم سبب في تاخر الانجاب الثانوي. يعني ايه ثانوي برضو؟ يعني واحدة خلفت قبل كده أو حملت قبل كده لكن بعد كده خلاص ما فيش حمل إطلاقا، ده اسمه تأخر إنجاب ثانوي. أهم سبب هو الأنابيب. أنا كنت أفضل إنها تعمل منظار بطنة وما تعملش أشعة صبغة. أشعة الصبغة
ما هياش دقيقه في التشخيص زي منظار البطن، لانه اشعه الصبغه ممكن تقول لي الانابيب مفتوحه وسالكه وتمام، لكن احيانا تبقى الانابيب ملتصقه بجدار الحوض او في التصاقات حواليها، لكن الانابيب مفتوحه ويكون في التصاقات حواليها. علشان كده بقول لك بعد اشعه الصبغه اديها فتره 6 شهور. لو ما فيش حمل يعني اقترح ان انت تعملي منظار بطن علشان نعرف ايه السبب وايه المشكله، لانه قد يكون في هناك التصاقات، والالتصاقات دي ممكن تتحل بمنظار البطن، او يكون في بعض الامراض الاخرى اللي موجوده اللي بنقدر نوصل لها لتشخيص ونقدر نقول العلاج بتاعها ايه. طيب هبه، اتفضلي يا هبه سؤالك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي وانا بنت برضه مشاكل على المبيض، وحصل له اوفريان سيست وشيلته، وانا في الجامعه من حوالي حاجه 20 سنه. اتحلل الحمد لله. طلع ايه؟ حميد. طيب. وبعديها بكام سنه خلفت ما شاء الله كم من اولاد، يعني 5 ما شاء الله الحمد لله. وبعد ما ولدت اخر بنت حصل لي نفس الكيس بس 5.5. فدلوقتي انا بعاني من نفس المشكله فيه، زي التهابات برضو، وجع في البطن، وعملت في النص عمليه اسمها سقوط رحم. وحصل في مشاكل بعدها، وعملت برضو عمليه تاني يوم في نفس التوقيت عشان كان حصل مشاكل. فدلوقتي حضرتك بحس بتقل شديد جدا من تحت ومن الجناب، ومش عارفه حلها ايه. وطبعا المكان ده فشلت العمليه فيه. يعني ايه نوع المشاكل اللي حصلت يا فندم؟ مش مظبوطه العمليه، ما نجحتش يعني انت بتقولي عدت العمليه تاني يوم؟ كان في شريان او حاجه، وهم بيشيلوا الفتيل انفجر حاجه، حصل نزيف جامد. يعني نزفت دم جامد، يعني عادوا يعني ظبطوا العمليه تاني. وبرضه ما نجحتش لان انا عندي السكر ما التأمتش بالقدر المطلوب. فانا دلوقتي بعاني من مشكله ان عندي التهابات جامده جدا، والمكان ده مش يعني مش على القدر المظبوط يعني. طيب ميرسي. حنان. ماشي يا فندم. حنان. الو. اتفضلي يا حنان سؤالك. يا دكتور، انا كنت عامله عمليه حقن مجهري من 11 يوم كده او 15 يوم. يعني قالوا لي بعد 15 يوم تعملي الحمل، تعملي الاختبار الحمل. فعملته، في اليوم اللي هنعمله فيه راح نزل دم. فنزلت كلكعه يعني كبيره كده، ورحت عدت، يعني اول ما عملته طلع 42. ايوه. قالوا لي بعد 28 ساعه عيدي تاني، فعملته طلع 97. فدلوقتي حضرتك يعني ايه يعني، هو كده ممكن يكون في حمل؟ كده في حمل، لان هو من 42 كده في حمل، وبعدين تاني يوم انت عملتي او بعدها بيومين عملتي طلع 97، يعني معنى كده انه النسبه بتتضاعف. لو انت عملت التحليل تاني هتلاقيه بيزيد وطالما بتتضاعف يبقى اذا الحمل بتاعك ماشي كويس. عشان كده بقول نقط الدم اللي بتنزل دي ما تخوفناش من حاجه. طب مش بس يا حضرتك، يعني هو حضرتك مش نقطتين يعني، ده هي نزلت كتير. معلش عيد التحليل تاني ونشوفه ايه بعد ال 97 ده، نعيده تاني نشوف دلوقتي التحليل بقى ايه. ميرسي ليكي يا حنان. ميرسي ليكي. استاذه هبه بقى عندها مشاكل على المبيض، شالته اعتقد يا بنت. لكن خلفت عادي، ودلوقتي عم بتحس بتقل والتهابات من تحت. وهو طبعا عشان عملت عمليه وبعدين قالت ان عندها السكر. اولا الالام اللي عندها او الالتهابات اللي عندها ناتجه من حاجتين، اولا من السكر ومن العمليه. السكر لو مش متظبط يبقى الالتهابات عمرها ما هتروح. ليه؟ لانه السكر يعتبر بيهيئ بيئه جيده لنمو الفطريات ونمو الميكروبات، خصوصا في المهبل، لانه المهبل بطبيعته مليان ميكروبات. اذا الفطريات بتنمو بطريقه كثيره، واذا ما ظبطتش السكر بتاعها مفيش اي علاج هيجيب نتيجه. يبقى اول حاجه لازم السكر يتظبط علشان العلاج بتاعها يتظبط، دي حاجه. الحاجه الثانيه الالام اللي عندها اللي هي بتقول ناتجه، هي لما قالت عملت العمليه اللي هي عمليه تضييق او رفع، كان في عندها سقوط في المهبل، فرفعنا المهبل، حصل نزيف بعدها، عادوا العمليه تاني. يبقى اتوقع انه يبقى المهبل اضيق زياده عن اللزوم، فحصل فيه تليفات كثيره في هذه المنطقه ادت لحدوث الالام اللي انت بتشتكي منها. ودي حلها في الغالب هيبقى حل جراحي.
عموما هنكمل كلامنا مع دكتور عبد اللطيف سويلم استاذ العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، وهنتكلم بالتحديد عن التحضير لعمليات الحقن المجهري بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تابعونا. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة، وحلقة من صحتك بالدنيا مباشرة على المصرية. ومعنا طبعا دكتور عبد اللطيف سويلم أستاذ العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، وبنستكمل حوارنا عن التحضير لعملية الحقن المجهري. وإحنا الحقيقة لقينا تليفونات كتير جدا فتشجعنا أكتر إن احنا نتكلم عليه بالتفصيل، وفي انتظار أي استفسار لحضراتكم من خلال فيسبوك وتويتر، وطبعا على التليفونات بنستناكم. دكتور نتكلم بقى عن الحقن المجهري والتحضير. احنا قلنا السن وعامل السن وتأثيره بالنسبة للزوجة. ندخل بقى على الفحوصات. لازم يكون في فحوصات طبية تشمل الكبد، تشمل الكلى، تشمل جهاز المناعة عند السيدة، بحيث ان احنا ما يكونش فيه اي مشكلة في هذه الأجهزة تعوق عملية الحقن المجهري من الأساس، أو تؤثر على أو الحمل نفسه لو تم لا يتأثر بهذه الأمراض، أو هذه الأمراض لا تتأثر بالحمل. ثم تحليل الهرمونات المختلفة لهذه السيدة. التحليلات دي مهمة جدا جدا، علشان عن طريق هذه التحليلات نقدر نقول ايه هو البروتوكول اللي احنا هنستخدمه والمناسب لهذه السيدة. يعني ايه بروتوكول؟ يعني نظام التنشيط بتاع البويضات لهذه السيدة، لانه عن طريقها بنعرف المبيض بتاع هذه السيدة ايه اخباره، هل هو يحتاج البروتوكول الطويل المدى او القصير، او القصير اكثر اللي هو الترا شورت اللي احنا بنقول عليه. كل ده بيبان بالتحليلات وبالتواريخ السابقة المرضية او بتاعت هذه السيدة. من ضمن التحضيرات الاخرى اللي بتتعمل بالنسبة للسيدة عملية الانابيب اللي هو قناة فالوب. احيانا تيجي ناس تقول هو انا العملية فشلت علشان عندي التصاقات في قناة فالوب، او عندي انسداد في قناة فالوب، لان هم بيسمعوا في التلفزيون وبيسمعوا كثير جدا من البرامج، فالمعلومات كلها بتبقى متشابكة وبتدخل عليهم. انا هنا عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا، ولابد ان احنا نفرق ما بين وجود سائل في الأنبوبة. هذا السائل نتيجة لانسداد الأنبوبة والتهاب سابق أدى إلى الانسداد الأنبوبة، فبدأ الأنبوبة منتفخة بالسائل اللي موجود. هذا السائل يختلف تماما عن واحدة الأنبوبة بتاعتها طبيعية وما فيهاش سائل، ولكن فيها انسداد، فيها التصاقات، أو الأنبوبة متشالة. ده كله ده يختلف عن ده. المشكلة هنا في السائل. لما بيحصل بننقل الأجنة إلى داخل تجويف الرحم، وهذا السائل موجود، السائل ده بينزل على الأجنة. هذا السائل مميت للأجنة، بيخلي بطانة الرحم حتى غير صالحة لاستقبال هذا الجنين، وبالتالي غير صالحة لانغماس واستكمال الحمل في هذا الرحم. إذا بنتدخل جراحيا بأن احنا نقفل الأنبوبة. يبقى إذا هنا الأنبوبة دي بتتقفل أو بتتشال قبل عملية الحقن المجهري، وبتتم بعملية منظار بطن. هذه الأنبوبة بتتشال لو كان فيها سائل، لكن لو كان في التصاقات في الأنبوبة لا تستدعي أي تدخل إطلاقا، لأنه ما عمل الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب إلا لوجود التصاقات وانسدادات في الأنابيب. ده السبب الرئيسي. ده مهم جدا. استاذنك يا دكتور، معايا تليفونين، استاذ محمود واستاذه امال عاودت تتصل مره ثانيه. استاذ محمود اهلا بيك، اتفضل سؤالك. اهلا يا فندم. اتفضل. لو سمحت يا فندم، كانت المدام الدكتوره تتبنى السوفاج لحد شهر 8. الشهر تم في الحمل. فهي قطعته، كان بيعمل لها هبوط. فهو فايدته ايه بالظبط للحمل يا فندم؟ هي دلوقتي بتاخده بيهبط، بيعمل لها هبوط في الحمل. يعني هي حامل حاليا؟ هي حامل والشهر الخامس دلوقتي. في الخامس؟ ان شاء الله. حضرتك قلت في الشهر الثاني ولسه ماشيه على السيدوفاج وهي في الشهر؟ لا، هي ده من الشهر اللي فات. يعني هي حامل بس بتاخد سيدوفاج. هو كان قايل لها الدكتوره تمشي لحد شهر 8، بس هي لما بتاخده بتحس بهبوط كده. طيب
والابسوسيد. لا من فضلك بقى خلاص من غير ادويه. طيب ميرسي لحضرتك استاذ محمود. استاذه امال معانا. استاذه امال قفلتي التليفون بسرعه وما كملتلناش معلومه. انا اسفه بعتذر. حبيبتي صديقتي لها 10 سنين ما حبلت، عمرها 36 سنه. عملت تشيك اب، طلع مع ليفه، بيقولوا لها ليفه، ما بعرف ايه بيقولوها بالمصري. ورم ليفي ايوه بالضبط. هي كثير تعبانه، بدها من حضرتك الكريم والفضيل تعطيها نصيحه اذا في تعبانه عندها بتشتكي من ايه؟ لا انه نفسيتها كثير تعبانه، انه لها 10 سنين ما عندها ولد. ده سهل، ده بسيط، لكن نعم. هل هي الدوره الشهريه بتنزل بنزيف او في نزيف دايما عليها؟ بتيجي كل شهر، يعني شهر بيجيها نزيف قوي قوي قوي، وشهر بتخف معاها جدا. طيب ماشي. ويعطيكم مليون الف عافيه. باي. ماشي يا فندم. ماشي. طيب بدون ذكر الادويه دكتور، طبعا الدواء اللي بتاخده المريضه وبيعملها هو احنا هنقول الاسم العلمي بتاع الدواء اسمه ميتفورمين. هذا الدواء بيتاخد ليه؟ بيتاخد اذا كان واحده عندها تكيس في المبيضين، لانه زي ما قلنا هذا الدواء بيتاخد لمرضى السكر. بيتاخد لمرضى السكر ليه؟ لانه بيحث المستقبلات هرمون الانسولين على الخلايا انها تستقبل الانسولين، وبالتالي الانسولين يشتغل، فبالتالي السكر ينزل. طيب حالات تكيس المبيضين بيبقى عندها زياده في هرمون الانسولين، لانه المستقبلات بتاعت الخلايا دي ما بتشتغلش كويس، فهرمون الانسولين بيبقى زياده. لما بيزيد هرمون الانسولين يؤدي الى زياده في افرازات الهرمونات الذكريه، وبالتالي يزود المشكله بالنسبه لتكيس المبيضين. لما ادي عقار الميتفورمين هيخلي المستقبلات تاخد هرمون الانسولين، فبالتالي مستواه يقل، وبالتالي انا بقلل مستوى هرمون الاندروجين في هذه الحالات. ده الغرض الرئيسي لاستخدام الميتفورمين. طيب انا هستخدم الميتفورمين في واحده حامل ليه اساسا؟ ليس له اي موقع من الاعراب بتاتا. ثم اذا كانت واحده ماشيه على هرمون على عقار الميتفورمين، ماشي عليه وحصل حمل عليه، هل استخدمه تستمر ماشي عليه او تقطعه؟ هناك جدل علمي واختلاف علمي في هذه المسألة. استمر ولا ما استمرش؟ ده محدش الامر ما هواش ستل. وخلي مراتك تبطل الهرمون ده او قصدي هذا العقار تبطله تماما، وملوش اي قيمه اساسا من استخدامه. لكن عقار اللي هو اسمه الاسيتايل ساليسيليك اسيد، اللي هو ما اصطلح عليه اسبرين، هذا العقار بيزود كميه الدم اللي رايحه للجنين عن طريق بيعمل سيوله في الدم، فبالتالي بيزود الغذاء للجنين. ده ما فيش منه مشاكل، وبنكتبه في حالات كثيره جدا جدا من طيب وامال بقى ان هي عندها ورم ليفي بالظبط صاحبتها هنا بقى برضو هي يعني قالت لنا، دخلتنا على النقطه الثانيه. احنا اتكلمنا على التحضير للحقن المجهري. الانابيب لازم اشوفها. ادخل بقى على الرحم اللي هو المكان اللي هيتحط فيه الجنين. هذا الرحم قد يكون فيه اورام ليفيه. هذه الاورام الليفيه اولا نعرف نسبتها قد ايه في السيدات من سن البلوغ الى السن يعني انقطاع الدوره الشهريه، تصاب بالاورام الليفيه ما يقرب من 15% من السيدات. لكن هل كل واحده عندها ورم ليفي هشيله ادخل واتدخل جراحيا واشيل الورم الليفي؟ يبقى اذا 15% من السيدات في العالم هيعملوا عمليات ورم ليفي، الدنيا مش هتخلص. يعني ما حدش اساسا مش هيبقى فيه انتاج حتى في البلد. اذا الاورام الليفيه امتى تستدعي التدخل الجراحي؟ تعتمد على مكان الورم الليفي، على حجم الورم الليفي والاعراض المؤثره المصاحبه ليه. يعني إذا كان عندي ورم ليفي أكتر من 5 سم وده موجود في جدار الرحم ومؤثر على بطانة الرحم
او مؤثر على يعني على شكل الرحم او حاجه كده، او اكبر من 5 سم، او ورم ليفي حتى صغير في حدود من 5 ملي او 6 ملي، وهذا الورم موجود تحت بطانه الرحم، وده يؤثر بشده على الحقن المجهري وعلى نتائج الحقن المجهري. إذا التدخل الجراحي هنا لازم يتم في هذه الحالات من الأورام الليفية. أيضا لو الورم الليفي عامل أعراض زي النزيف، أهم عرض للأورام الليفية إيه؟ النزيف المصاحب للدورة الشهرية، ده يستدعي التدخل الجراحي، ولازم يتشال الورم الليفي كعملية تحضير لعملية الحقن المجهري. إذا ودي عملية بسيطة، ما هياش مش محتاجة يعني بس تبقى سيزيريان يا دكتور على حسب بالظبط، بس مش محتاجه اي تدخل، ولا قصدي مش محتاجه اي خوف او تخوف. دلوقتي مفيش مثلا تكنولوجي اكتر ان هي مثلا تتشال عن طريق المنظار ممكن تتشال لو الحجم صغير. بالظبط، لو كان الحجم صغير ممكن نشيله عن طريق المنظار، سواء كان منظار رحمي لو قريب من بطانه تجويف الرحم، او منظار بطن اذا كان في مكان يسمح بذلك. طيب معايا ميادة. ميادة اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ميادة. الله يبارك فيكي. انا متزوجه لي 7 سنوات. 7 سنوات. عندي بنت واحده عمرها 4 سنة. عمرها 4 سنة. بنت واحده. سامعه. اوكي. مشكلتك يا ميادة؟ فانا اخذت قبل 3 سنين حقنه بتاعت تنظيم. اوكي. فهم قالوا لنا هنا انها مفعوله 3 شهور. فأنا أخذتها 3 شهور وأخذتها ال3 شهور اللي بعديها. وبعد كده؟ من فضلك وطي صوت التلفزيون ميادة واسمعينا من التليفون. طيب، فأخذت الحقنة ومشيت لدكتور، كنت عايزة أخذت لي سنة وما حملتها. فأدتني منشطات لمدة 9 شهور. وأخذت حقنة، طلبت مني صورة للأنابيب. حقنه طلعت نظيفه، عملت طلبت حقنه منشطه فحص لهرمون اللبن وهرمون الغده. بس انت بتقولي خدتي حقنه للانابيب، ايه للانابيب؟ لا هي لا اخذت من حقنه ملونه. صوره ملونه للانابيب، قالت يمكن يكون في انسداد. ازاي تمت الصوره دي؟ دخلوا لي يعني جهاز هو بيدخل في مهبل وبياخد حقنه. يعني في مركز أشعة ولا فين؟ مركز الأشعة. أيوه. طيب عملتها امتى الصورة الملونة دي؟ عملتيها امتى يا ميادة؟ قبل 2 أو 3 شهور. أيوه. 2 أو 3. والزوج عمل تحليل ولا لأ؟ عمل تحليل، أيوه. طيب وكله كويس؟ كله كويس الحمد لله. الدورة منتظمة عندك؟ لا يلا، كانت عندي مشكلة في الدورة. أنا كان بيجيني 7 يوم وحاليا بقت تجيني 3 يوم. لكن ميعادها منتظم، يعني ميعادها منتظم مش المدة بتاعتها. لا الحمد لله هي منتظمة، لكن مرات يعني هي غبت 3 يوم أو قدمت 3 يوم يعني. ما خالص. طيب دكتور تحب تسألها أسئلة ثانية؟ لا خلاص. طيب أنا معايا تليفون تاني معلش. هشام، أستاذ هشام اتفضل. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. كنت بس بقول للدكتور أنا كنت خلفت أنا والمدام من فترة قد إيه يعني؟ فترة يعني تقريبا من سنة تقريبا. من سنة. هي المدام بنت خالي. تمام؟ المدام إيه معلش؟ المدام بنت خالي أساسا. بنت خالك قرايب يعني. تمام. وبعدين حصل إن أنا المدام خلفت بنت كده أسبوع وبعدين توفاها الله. الله يرحمه. تمام، لان كان عندها شويه مشاكل في القلب وكده يعني. اوكي. ومن يوم لحد دلوقتي احنا بنكلمك الكلام ده من شهر 1 اللي فات، 1/2012 لحد دلوقتي ما حصلش اي حمل. هي والده بالها قد ايه؟ والده من سنه. من سنه تقريبا. من سنه من سنه ما حصلش حمل خالص. كانت والده طبيعي؟ اخر شهر تقريبا الدوره اتاخرت تقريبا بالظبط بقى لها 39 يوم او 38 يوم، وعملت تحليل بالدم للاسف طلع سلبي. وحضرتك الدوره متاخره اساسا. وحضرتك عملت تحاليل يا استاذ هشام؟ انا عملت تحاليل، هو بس نسبه الشوهات كده 45% تقريبا.
45 ده طبيعي. ده طبيعي. طيب ميرسي اتفضل. كل موضوع ان هو لحد الدوره متاخره بديلها 3 ايام وبرضه مفيش حمل معمول له تحليل، مفيش حمل ولا حاجه. فهل ده يكون في مشكله او حاجه؟ طيب ميرسي حضرتك يا استاذ هشام. اتفضل يا دكتور. احنا يعني طبعا بالنسبه للمدام اللي هي كانت خلفت وبتقول عملت صوره ملونه، ندي فرصه زي ما بقول من 6 شهور لسنه بعد اشعه الصبغه اللي هي عملتها دي، على اساس ان احنا نشوف هل هيتم حمل ولا لا. اذا ما تمش ممكن نتدخل بعمل منظار، علشان بقول اشعه الصبغه دايما بتبين الانبوبه كانبوبه هل هي سالكه ولا لا، لكن احيانا لو في التصاقات ما تبانش اطلاقا باشعه الصبغه، فالمنظار هو الاوقع والاسلم في مثل هذه الحالات. هشام برضو بالنسبه للاستاذ هشام نفس النظام. هو بيقول متاخره بقى لها سنه، ما فيش حمل اطلاقا. لا هي حملت قبل كده بيبي مات وسايبه نفسها بقى لها سنه، ومع ذلك برضو ما فيش حمل. لازم نشوف الانابيب اخبارها ايه، وفي الحاله دي افضل انه يتعمل منظار، ايضا يتعمل تحاليل للهرمونات بتاعتها علشان نعرف ايه سبب تاخير الدوره في هذه الحاله. دكتور وهم اولاد خاله يعني ده بيحتاج تحليل كروموزومات علشان نعرف، لانه احيانا الامراض بتاعه القلب او التشوهات بتاعه القلب قد تكون فيها متدخل عوامل وراثيه معينه، فلا بد الكروموزومات تحليل الكروموزومات ليهم هم الاثنين عشان نعرف ايه السبب. طيب نستكمل حوارنا يا دكتور. بالظبط. احنا كده دخلنا على الرحم وقلنا الاورام الليفيه. في حاجه تاني غير الاورام الليفيه اللي هو تجويف الرحم، بطانه الرحم. بطانه الرحم ده قد يصيبها بعض زي ما بنقول في لحميه ممكن تظهر في بطانه الرحم. قد يكون هناك التصاقات في بطانه الرحم نتيجه لعمليات كحت قبل كده، نتيجه لالتهابات، نتيجه لولاده، نتيجه ل يعني اي تدخل جراحي في تجويف الرحم. ده يبان بايه؟ ده يبان بمنظار الرحم. علشان كده احنا دايما بننصح بعمل منظار رحمي لكل سيده داخله تعمل حقن مجهري، لانه عن طريق منظار الرحم انا بدخل جوه تجويف الرحم، فبشوف شكل الرحم من الداخل، بشوف بطانه الرحم من الداخل اذا كان فيها لحميه ولا لا. يعني ايه لحميه؟ يعني عباره عن يعني زوائد مثلا، زوائد من زياده في نمو الخلايا بتاعت الرحم في منطقه معينه، عملت زي زايده كده وبدات تبقى متدلدله كده في تجويف الرحم. دي ممكن تؤدي او متدلئه كده، ده تؤدي الى لو انا نقلت الاجنه وهي دي موجوده نسبه الحمل هتقل، فلازم تتشال. لما بشيلها بمنظار الرحم، ودي حاجه بسيطه خالص، ندخل نقصها وتتشال على طول، ما بتكملش عمليه بسيطه، ما بتكملش يعني 5 دقائق. الحاجه الثانيه لو كان عندي التصاقات داخل تجويف الرحم، طب هذه الالتصاقات هتضيق تجويف الرحم، وبالتالي هنقل فين؟ مش هينفع يتنقل. يبقى لازم اشوف الالتصاقات دي وبنقصها برضو وبنشيلها قبل عمليه الحقن المجهري. الحاجه الثالثه كمان بيبين لي شكل الرحم من الداخل، ده منظار البطن منظار الرحم بيبين لي شكل تجويف الرحم من الداخل عامل ازاي، بحيث ان احنا وجدنا انه في هناك نقطة لو حطينا فيها الأجنة داخل تجويف الرحم تديني أعلى نسبة حمل، دي ممكن أحددها بمنظار البطن. إذن هنا منظار البطن مهم جدا جدا في مثل هذه الحالات اللي هي داخلة عشان تعمل حقن مجهري، لازم نعمل لها منظار رحم، وده من التحضير الجيد للحقن المجهري. كذلك لو وجدت التهابات في أي مكان لازم هذه الالتهابات تعالج قبل ما ادخل على الحقن المجهري. طيب معايا اخر تليفون استاذه هيام، اتفضلي سؤالك. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. انا عندي 40 سنه وهكمل 41. ايوه. كان عندي ورم ليفي قبل ما اتجوز، فعملت عمليه كانت 2008 وربنا كرمني واذن لي اتجوزت 2012. طبعا كنت عامله الورم الليفي زي سيزاريان كده واتشال، والحمد لله خلال فتره السنه الزواج بتاعتي ما حصلش طبعا اي حمل.
فرحت الدكتور وطلب مني عمل منظار رحم، وعملت منظار رحم وشاف ومنظار بطن كمان. فقال طبعا في شويه التصاقات، وكنت ماشيه في اجراءات حقن مجهري. طبعا كانت من ضمن المشاكل اضطراب في الدوره. في الدوره فكان. طيب اسفه قد قطع. طيب يا دكتور، هنا انا ممكن يعني استكمل السيناريو اللي هي هتقوله. اولا انا قبل ما اعمل منظار رحم، او هي بتقول 40 سنه، وقبل ما اعمل منظار بطن او منظار رحم لازم اشوف انا هستفيد ايه منها، انا منتظر ايه. يبقى الاول كان المفروض ان انت تعملي تحليل اللي بيبين مخزون البويضات في المبيض. اذا هذا المخزون جيد خلاص يبقى في طائل من وراء هذه العمليه لما اعملها اللي هو المنظار. لكن لا المخزون نفترض ضعيف خالص، طب هعمل عمليه ليه؟ مش هتفيدني في اي حاجه خالص. فكان المفروض انه ده يتعمل الاول، واعتقد هو المشكله عندها في مخزون التبويض. طيب اخر معلش تليفون عشان استاذ احمد ما تزعلش بس. معلش انا اسفه جدا والله، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك. انا لسه عامله عمليه من اسبوع. انا انسه على فكره. عمليه ايه يا احسان؟ عمليه كيس ميه على الرحم مع المبيض. الدكتور بعد ما عملها لي وخلاص وكده، فقال لي انت هتعملي يعني في عندك شويه التصاقات من تحت. فمن المحتمل ان ما يبقاش فيه ولاده بعد كده، او مفيش اي حمل. فانا مش عارفه يعني الدكتور ينصحني بايه، انا اكشف وتاني ولا هو بعد كده الدكتور قال لي، هو نفس الدكتور قال لي هم شويه التهابات وهيروحوا بالعلاج دوت، يعني اداني علاج وقال لي هيروحوا خلاص. فانا مش عارفه اعمل ايه، وانا لسه يعني قدامي ان شاء الله شهرين باذن الله وهتزوج ان شاء الله. طيب حاضر يا احسان، حاضر. الدكتور يرد على حضرتك. هو طبعا اي عمليه في منطقه الحوض دايما احنا بنخاف من حدوث التصاقات بعدها. فبعد ما تتجوزي ادي نفسك فتره 6 شهور، اذا ما حصلش حمل لا لازم نعمل منظار علشان اشوف هل في التصاقات مكان العمليه ولا لا. وان شاء الله يحصل حمل سريعا وما تحتاجيش لحد. ميرسي. بنشكر الاستاذ دكتور عبد اللطيف سويلم، استاذ العقم واطفال الانابيب والحقن المجاري. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا طبعا لكل اللي كمان كلمونا، استفدنا منكم كمان، واكيد استفدنا من دكتور عبد اللطيف. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه على خير، وحلقه جديده غدا من صحتك بالدنيا. شكرا.